السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم يا أحلى وأغلى وأجمل متابعين ومشتركين مطبخ ماجي وجوجو. أهلا بكم في فيديو جديد. شايفين بقى معجون الطماطم القمر ده اللي أنا بحطه في قوالب التلج؟ معجون طماطم تحفة. شايفين القوام بتاعه؟ حاجة كده فاخر من الآخر. عملت صلصة طماطم وعملت معجون طماطم، حاجات تفريزات تنفعنا في رمضان ان شاء الله وفي اي وقت احنا بنحتاجها. انتوا عارفين طبعا احنا بنحتاج الطماطم والبوريه ده، بوريه الطماطم او معجون الطماطم بنحتاجه. طبعا احيانا النور بيجي يقطع عندنا، بنبقى محتارين نعمل الطماطم او عصير الطماطم ازاي. تمام. القالب التلج ده انا دهنته زيت بالفرشة، وبعد كده بعبي فيه معجون الطماطم ده علشان لما احتاجه اطلع بالقالب واستخدمه. اوكي. وبعد ما بملى المكعبات بمعجون الطماطم اخبط عليها كده عشان تتساوى. لو في اي فراغات ميبقاش عندي اي فراغات، لو في فراغات تتملي. اوكي. انا هنا يا امارات عملت صلصة طماطم وعملت معجون طماطم، طريقة سهلة هتعجبكم ان شاء الله. طبعا احنا هنحط عصير الطماطم ده او صلصة الطماطم العصير ده ومعجون الطماطم هنحطهم في الفريزر، وعلى الاستخدام نبقى نطلعها. طبعا انا بحط في كل كيس احتياجي للطبخة اللي انا بطبخها. تمام. والمعجون برضو لما احتاج ابقى اطلع بمكعب او مكعبين تبع ما بحتاجه. اوكي. ودلوقتي قبل ما نقول على المقادير وطريقة التحضير، معكم ماجدة عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو، ويلا نبدأ. هنقول يا أمارات مقادير الصلصة. عندي هنا دول حوالي 4 كيلو ونص طماطم. طبعا بنجيب الطماطم ننضفها ونغسلها ونشيل العنق الأخضر البيبر من فوق ده، ونقطعها 2 أو ممكن نقطعها 4 كده. تمام. عندي هنا كوباية مية، وعندي معلقة كبيرة بابريكا، او ممكن لو عندي بنجر احط بنجر. تمام. بس انا عشان ما عنديش بنجر هحط بابريكا. وممكن تسيبوها بقى كده من غير ما تحط حاجة خالص، بيبقى اختياري، بس البنجر مغذي بيديها لون تحفة. الوقت هحط المية على الطماطم، وهحط برضو معلقة البابريكا وارفعهم على النار. تمام. هنا يا مرات حطيت الكسرونة اللي فيها الطماطم على النار وقلبتها عشان البابريكا تبقى مع كل الطماطم يعني، واحطها على النار واسيبها لغاية لما تغلي. اوكي. هنا يا امارات عندي الطماطم بتغلي، هسيبها لغاية لما تستوى ازاي؟ لما الاقي القشرة طلعت من الطماطمايه. تمام. هنا يا امارات خلاص الطماطم استوت، شايفين القشرة بتاعتها طلعت ازاي؟ هسيبها بقى لما تبرد، لا اما هضربها بالهاند بلندر او في الخلاط المتوفر عندك اضربيها فيه. اوكي. هنا يا امارات بنطحن الطماطم بالهاند بلندر، ممكن نعملها بالخلاط. تمام. بعد كده نصفيها. خلاص يا امارات هنا طحنا الطماطم بالهاند بلندر، الوقت نصفيها. هنا يا امارات صفيت الصلصة بتاعت الطماطم، واخدت جزء في الكسرونة الصغيرة دي علشان هعمله صلصة طماطم اللي هي البيوريه اللي بتتباع في المحلات بره. اوكي. انا سايبه الحله الكسرونة الصغيرة على النار لغاية ما تتقل والسوائل اللي فيها تنشف، واللي في الكبيرة دي بقى هعبيها في اكياس. اوكي. هنا عندي امارات الصلصة بدأت تغلي، هسيبها لغاية لما تتسبك وهدي عليها النار وابقى اقلبها من وقت للتاني. اوكي. هنا يا امارات انا بوريكم المراحل اللي هي الغليان بتاع الصلصة. تمام.
هنا يا امارات شايفين الصلصة، شايفين القوام بتاعها لسه شوية، خلاها شوية. انا حطيت لها نقطتين اللي هو الوان جل لون احمر، اللي هو الغذائي، لون غذائي صحي يعني، عشان يدينا اللون الغامق زي اللي بتتباع بره في المحلات. اوكي، خلاها شوية برضو وبعد كده نبقى ندفع عليها. شايفين قوام الصلصة؟ طالما اقلب المعلقة واعمل خط كده ما يجوش الناحيتين على بعض، بقى كده خلاص الصلصة تمام. شايفين القوام بتاعها؟ كده هندفع عليها يا امارات خلاص. عندي هنا الصلصة خلصت، اللي هي اللي هنعبيها في الاكياس بتاعة الاكل. الصلصة البوريه اللي هنعبيها برضو في برطمانات، نعبيها في اكياس وقت الاستخدام. اوكي، وبكده تكون وصفة النهاردة خلصت. يا رب تكونوا استفدتوا منها ولو بمعلومة صغيرة. الوصفة خلصت لكن وصفاتي لسه ما خلصتش. كنت معاكم ماجدة عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، مع السلامة.